السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد في الريسك أحييكم من نص الملعب. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبدأ العد التنازلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم لكل فرق القارة الأفريقية. مالكش دعوة بكلام خالد الغندور وخليك معايا. وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يطلع لقاء قوي جدا على المستوى الفني بين الأهلي والوداد المغربي. القصة بدأت لما أطهر الطاهر ضيع ضربة جزاء كانت كفيلة بضياع الحلم الأهلاوي، ولكن الاهلي هو الاهلي. الفرصه لما تيجي للاهلي الكل يقعد ويتفرج. والصراحه بقى الاهلي متعود يعمل مباريات ضعيفه في دور المجموعات، ولكن الحقيقه اللي لازم الكل يستوعبها ان النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. وتعالى معايا كده يا صاحبي هاخدك لتاريخ مواجهات الاهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا. ومن وجهه نظري ان النادي الاهلي مش محظوظ خالص في المواجهات المباشره مع الوداد المغربي. الاهلي لعب الوداد 11 مره، فاز في 4 وخسر في 3، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل ما بين الفرقتين. واحد هيجي يقول لي الاهلي كسب الوداد في 4 مرات والوداد كسب في 3، يبقى فين الموضوع؟ انت عامل موضوع ليه؟ الاهلي لعب الوداد في النهائي مرتين، للاسف الوداد كسب المرتين. المره الاولى كانت في 2017 وخلص الماتش في استاد القاهره 1-1، والوداد قدر في ماتش العوده يكسب 1-0. والنهائي الثاني كان في سنه 2020، الوداد المغربي قدر يكسب الاهلي في المغرب 2-0 ويحقق اللقب الثاني ليه على النادي الاهلي. النهائي ده كان ليه قصه غريبه جدا من وجهه نظري، ان الاتحاد الافريقي تعمد اهداء اللقب للوداد المغربي. المفروض ان النهائي من نسخه واحده في دوري ابطال افريقيا يتلعب في ملعب محايد، ولكن الاتحاد الافريقي اصر ان الاهلي يلعب النهائي ده في المغرب بحضور جماهير الوداد المغربي بالكامل. والحقيقه انا ما كنتش فاهم ليه اصرار الاتحاد الافريقي ان احنا نلعب لقاء من ماتش واحد في ملعب المغرب. امر غريب جدا للاتحاد الافريقي ان يعين الحكم الاثيوبي بملاك تسم لاداره نهائي دوري ابطال افريقيا في الوقت اللي الحكم بيطلع يعلن فيه ان النهائي ده هيكون النهائي الاخير في مسيرته. كمان عندي رساله لعيبه النادي الاهلي، لازم نخلص الماتش بدري هنا في القاهره عشان ما نديش فرصه لاي حد يتكلم. يا جماعه لازم الماتش يخلص من استاد القاهره هنا ونروح هناك ان شاء الله نلعب براحتنا.